راه البنت اليوم بتطلع ب 1500، كان داخل طرابلس وكان خارج طرابلس بسوم تاني يونا باهي. نبعت لها بعدين تصوير البنات، البنت اللي تعجبه انا بنكلمها بنقول لها على السعر، نقول لها مثلا راهو اليوم تطلعي ب 1000 جنيه، وهو طبعا زبونه انا واخده منه 1500 مش 1000 جنيه. بعدين نكلمها البنيه نقولها بري المزين. او تنظم امورها في المزين، وبعدين تطلع من المزين توصلها داني يا بنتي، توصلها المكان وتجيب الفلوس. وبعدين البنية تروح من السهرية، وين تروح من السهرية نعطاها ال1000 جنيه متاعها. وكان مثلا ما عجبتناش هي الزبون، ما عجبوش البنات، نكلم اللي هي البنية الثانية اللي تطلع في البنات ونقولها راهو ابعتي لي تصاوير، تبعت لي تصاوير. انت من عندك يا حبي يطلع شو ابعتي لي صورتها بقى يا حبي. باقي الهديكة وينها يا حبي اللي تطلع بسام رخيص وهيك؟ ابعتي لي صورتها كان نطلعها هي وخلاص. حلومة ما عندكش غيرهم يا حبي يعني؟ يبي صغيرات هو عرفتي يعني. شوفي يا حبي كان في حد تاني عادي فهمتي، توا هاديك معقولة الفوقية عرفتي لا تستايقر وتاني، لكن هي المحلق رصاصة مش عارفيني يعني مش عارفة. كلمتها يا حبي عرفتي، هو يبي غدوة ضروري 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 يا حبي. خلاص يا حبي يعني هو يبي غدوة ضروري فهمتي، غدوة ندبلها غدوة نطلع لها. وهو ديما يدير هيك يومين ثلاثة ويدير في وحدة في النهار يا في الليل عرفتي، لكن هو تو طالبها في النهار الحق فبتا كيف عادي. نكلمه قبلها بيوم هيك يا حبي ونكلمك والله يا حلومتي يا قلبي ما عندك معي أي مشكلة، طول ندير لك ألو واللي بيا بيك يا حبي. حلومة شجع يا حبي، شو الأخبار شو الأمور شنو مدايرة، كيف حالك كيف حال الصغار كيف حال العويلة شنو أمورك يا حبي؟ قولي لي يا قلبي ما تعرفيش نبي وحدة ضروري توا، شيني مني يا حبي؟ هنا يا حبي في طرابلس 1000 دينار يا قلبي. لا هنا في طرابلس في الخلة تقريبا عرفتي، يا الخلة يا المشروع، قاعد ما حدد ليش بالضبط فهمتي. و1000 دينار يا حبي بيعطى، كان هذيك اللي قلت عليها يا حلومة يعني فهمتها. نعطوها 500 500 نقسمها انا وياك يا حبي. ايه حلومة ايه يا حبي ايه كيف ما قلت لك فهمتي. مش مبيت يا حبي لا تروح 9 بالكتير بالكتير كان طارد قلنا فهمتي. 10 يا حبي 9 من غادي تروح 10 كيف ما تحب هي فهمتها كيف. المهم بعد 8 فهمتي يا حبي. وعادي يا قلبي والله ما تدوري حاجة يا حبي. حاشا لولا هادي اللي تخدم في الجلاء قالت لي غدوة نخدم بعض غدوة نمشي، دبتيها على بعض غدوة وراسها وجهها خلينا نستفيد من وراها. قلت لها قالت لي 500 وقلت لها مش قلت لها يا اخوتي صاحبة صغار، قلت لها عايشة زعيمة قالت لي بتعرفي كيف مدام صاحبة صغار والله العظيم انك انت مدام عندها صغار ولا ما نزيدك عليها 200. قلت لها ايوه عايشة 700 وتبتها البنية ولا مقومة وبجديات عايشة لم تعجب وتاخذ ارقام لا شيء تمشي. قلت لي اهم شيء من هو شن اسمه وين مكانها، قلت لها يطلع قريب ولا حاجة فكيني. قالت لي وترفعني هي وتروح بيا هي فهمتها. وقلت لها 700، قلت خد تاخذ هي 700 وانا ناخذ 300 ونلقاهم عندك انت. باهي كان بعد غدوة وكان تبي البنت الثانية مازال ما ردتش عليا، أول ما ترد عليا كان يبي غدوة ومعشر نبعت لها هي اللي بعتها لك في الفيديو الثاني، حتى هي خل تاخذ 700 وناخذ أنا 300 مش مشكلة. ومرات تجيب البنت هي نفسها تعجب البنت نفسها، يقول لي هي نتباهى ديما كل ما نكلمك جيبي هاي البنت هذه، حتى هي نفس الموضوع ناخذ حقاتها وندس حقاتها وبعدين تروح البنت ونعطيها حقاتها. ومرات يكلمني صاحب الزبونة، هو أنا ما ندريش عليه منه صاحب الزبون، يتصل بيا يقول لي أنا نبي بنات، ونقول له مني أنت، يقول لي أنا نبي بنات ما نعرفاش يعني الشخص هو، نسكر عليه ونديره في الحظر.
وبعدين يتصل بي الولاد اللي نعرفه يقول لي هذا راه من طرفي انا، نكلمه ونشوف اش نبي من البنات ونتفاهم انا وياه ونطلع له البنات. انا نبي نوجه رساله لكل ام واب بدنا يردوا بالهم على بناويتهم ويرعوا بناويتهم. مثلا البنت هذه عندها نقال، امها ضروري تفتش نقالها وتشوف نقالها وتتبع بنتها وين ماشيه وين جايه، حتى تقولها يا ماما بنشوف صاحبتي، تمشي تتبع من وراها وين هي صاحبتك وكيف شكلها صاحبتك وعرفيني بها صاحبتك. مثلا انا يا ماما بنمشي حوش خالتي، من بعد ما فيش مبيت حوش خالتي وقاعدين. ضروري كل ام تشبح بنتها وين ماشيه وين جايه وتتبع بنتها، ضروري ما تتبع بنتها في كل مشيه.